أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست سارة جرافيكس. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لأي حد عايز يطور نفسه أو يشتغل أو حتى يغير مساره المهني. احنا في وقت كل حاجة فيه بتتغير بسرعة رهيبة، واللي كان مطلوب من 3 أو 4 سنين مش شرط يكون له قيمة دلوقتي. السؤال الحقيقي، ايه هي المهارات اللي هتفرق فعلا في سنة 2026؟ طيب خلينا نبدأها خطوة بخطوة. أول حاجة عندنا مهارات التفكير مش الحفظ. أهم تغيير حصل في سوق العمل هو إن المعرفة بقت متاحة لأي حد بضغطة زرار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مش مهم تكون حافظ، المهم تكون بتفهم وبتحل. ومن أهم المهارات عندنا ال critical thinking أو التفكير النقدي، problem solving أو حل المشكلات، وطبعا القدرة على اتخاذ القرار بسرعة. الشركات دلوقتي مش بتدور على موظف بيحفظ، هي بتدور على حد يعرف يتصرف لما يحصل مشكلة. طيب تاني حاجة عندنا المهارات الرقمية، وسواء انت في مجال التصميم، التسويق، البرمجة، أو حتى إدارة المهارات الرقمية، أو حتى إدارة المهارات الرقمية بقت أساسية مش بس اختيار. ومن أهم الحاجات المطلوبة في 2026 فهم أدوات الذكاء الاصطناعي، التعامل مع أدوات الأوتوميشن، تحليل البيانات أو الداتا أناليسيس بشكل بسيط، واستخدام أدوات التصميم أو الإنتاج الرقمي. مش لازم تبقى خبير، بس لازم تبقى ملم وتعرف تستغل الأدوات صح. طيب مهارات التواصل، مهما كان شغلك قوي لو مش عارف توصل فكرتك هتتعب. المهارات دي بقت دهب، زي التواصل الفعال، كتابة الإيميلات والرسائل بشكل احترافي، التقديم والعرض أو البرزنتيشن سكيلز. حتى في الشغل الحر أو الفريلانس اللي بيعرف يقنع العميل هو بس اللي بيكسب. رابعا عندنا الإبداع والتفكير المختلف. في عالم كله أدوات ذكاء اصطناعي، الإبداع البشري هو اللي هيفرق. والإبداع هنا مش معناه فن وبس، لكن معناه إنك تشوف حل مختلف أو طريقة جديدة لتنفيذ فكرة أو تبني محتوى يلفت الانتباه. واللي هيتميز في 2026 هو بس اللي بيفكر بره الصندوق. خامس حاجة عندنا المرونة والتعلم المستمر. من أهم المهارات في العصر ده هي إنك تفضل تتعلم. مفيش مهارة واحدة هتكفيك العمر كله، لازم تبقى سريع التعلم، مرن مع التغيير، جاهز تبدل مسارك لو احتجت. واللي هيكسب في 2026 مش الأذكى، ولكن الأكثر قدرة على التكيف. وفي نهاية البودكاست أو في نهاية الحلقة بتاعتنا، المهارات اللي اتكلمنا عنها مش رفاهية، دي بقت ضرورة. لو بدأت تطور نفسك فيها خطوة بخطوة هلاقي نفسك في مكان مختلف تماما خلال سنة أو 2. اسأل نفسك دلوقتي، أنا بشتغل على إيه في مهاراتي النهاردة؟ كان معاكم بودكاست سارة جرافيكس. ما تنسوش تشاركوا الحلقة مع حد محتاج يسمع الكلام ده.